السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نعمل وصفة جديدة طعمها خيال، خطيرة بمعنى خطيرة. بس قبل ما نبدأ الفيديو يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملناها ازاي. معايا بقى اي كمية بطاطس انت هتحتاجيها، هتقطعيها قطع عشوائي زي ما انت شايفة كده، اي كمية تحبيها، يعني تشوفي انت الكمية اللي تناسب افرادك وافراد اسرتك واعمليها. انا كده قطعتها لقطع مكعبات عشوائي. هنزل بقى بيها بمية مغلية على النار وملح وهسلقها سلق كامل. تعالي هنا بقى معايا اقل من نص كيلو لحمة، يعني بمعدل ربع وزيادة، ومعايا حوالي 3 بصلات مفرومين، ومعايا فلفل اخضر، ومعايا طماطم، ومعايا بهارات. معايا هنا بهارات لحمة وملح، ومعايا بهارات مشكلة، ومعايا فلفل اسود وبابريكا. تعالوا يلا نسمي الله. طاسة على النار، هننزل بشوية زيت، وهنزل بالبصلة كده، وهنزل عليها باللحمة. انا نزلت بالبصلتين، طبعا بصلتين عايزة بقى تفرميهم، عايزة تقطعوهم مكعبات براحتك زي ما انت عايزة. هنزل باللحمة على البصل وهقلبها كده، طبعا على نار عالية علشان ما تنزلش سوائلها، وهقلبها كده وادمج البصل مع اللحمة. وهنزل بالبهارات اللي هي البابريكا والملح والفلفل الاسود والبهارات المشكلة وبهارات اللحمة. هقلبها بقى تقليبة حلوة كده مع بعضها. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنزل بقى بمعلقة توم مفروم من اللي احنا مخزنينه مع بعض، وحوالي حبيتين من الطماطم قطعتهم لمكعبات وهنزل بيهم. لو عندك معلقة صلصة انزلي بيها، ما عندكيش خلاص استكفي. بعد بقى ما خدت لها غلوتين كده هنزل بالفلفل الاخضر، طبعا بننزل بيه في الاخر عشان يفضل محتفظ باللون بتاعه. هقلبها تقليبه كده، طبعا معايا ناشفه خالص. تعالي بقى نعمل البشاميل على البارد. معلقتين 3 من الدقيق، وهنزل برضو بمكعبين كبار من الزبده، وهنزل بالحليب وهرفعهم على النار بحبه من الملح وحبه من الفلفل الاسود، وهقلبهم لحد ما يوصل للقوام المناسب. هرجع هنا للحمه، نشفت من السوائل بتاعتها تماما، مش عايزه فيها اي سوائل. طبعا هرفع البطاطس من على النار كده، استوت معايا واتسلقت. هنزل بمعلقتين 3 من النشا، وهنزل بفلفل اسود، وهنزل بالملح، وهقلبها بقى مع بعضها وهرسها بالهراسة لحد ما تنعم بيور. هتهرسي كل المكونات دي كلها مع بعضها كده، ومعلقتين النشا دول بيعملوا لها كده ايه بيخلوها متماسكه. طبعا احنا مش هنفرمها كده في الكبه، لان لو فرمتها في الكبه هتعمل معاكي عرق، واحنا مش عايزينها تعمل عرق، احنا عايزينها تحتفظ بنفسها كده، تبقى ناعمه مش اكتر. تمام كده. بعد ما هرستها بالهراسه هقلبها بقى كده تقلبتين كده على بعضها والمها على بعضها، وهدخلها التلاجة حوالي ربع ساعة و10 دقايق على ما البشاميل يتعمل، علشان تعرفي تتحكمي فيها وتعرفي تشكليها. تمام كده. كده القوام بتاعها مناسب جدا، شايفين العجينة متماسكة بحيث لما تيجي تشكليها تبقى كويسة معاكي. وملحوظة لما تيجي تهرسيها، حاول انك انت تهرسيها وهي سخنة. طبعا انا هدخلها كده، بقولك هدخلها على التلاجة. هتجيبي بقى القالب معاكي او الصينية اللي انت هتدخلها الفرن، مسحة من الزيت. في الوقت ده انا كنت دخلت مهروس البطاطس التلاجة، طلعتها كده. لما تيجي تصبعيها كده او تشكليها كده تمام معاكي. وجبت برضو مقدار كده من عصاج اللحمة، طبعا مش هو ده كله اللي انا عاملاه، لا انا خدت منه شوية كده، اخلص واجيب غيره. هاخد بقى كده قطعة من البطاطس، يعني حاولي كده تخلي عينك ميزانك وتشوف القطعة اللي انت مناسبة ليكي، وهتحاولي تفرغيها كده وتجوفيها من النص، وهتنزلي بمعلقة كده من عصاج اللحمة، وتحاولي تضغطي لجوه كده. طبعا البطاطس معاكي ساقعة، يعني سهلة معاكي في التشكيل. شايفين؟ تحاولي تضغطي كده لجوه، يعني صابع يدخل الخليط كده لجوه والصابع التاني بيضغط كده، وهتحطيها، والمكان اللي انت حاطه فيه العصاج هو اللي هيبقى لفوق. هناخد كمان قطعة تانية وهتجوفيها وتنزلي بمعلقة من عصاج اللحمة، وبرضو هتحاولي كده تلميها لغاية ما تقفليها كده على بعضها. تمام كده. مفيش اسهل من كده بجد، وصفة خطيرة. تنفع معاكي بقى تاكلها بخبز، تاكليها برز، برز بشعرية، رز ابيض، بجد طعمها جميل، غرقانة كده في الصوص وخطيرة. بسم الله ما شاء الله.
صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا أرحم الراحمين. هاخد كمان واحدة معاكم كده، قطعة من البطاطس، وانزل بمعلقة عصاج من اللحمة. بجد طعمها خطير ولا فيها اي حاجة، وسهلة سهلة سهلة، يعني السهل الممتنع. هل لو انتي فكرتي تعمليها مفيش ثواني وهتكوني مخلصاها. هيبقى على عين اللحمة والبشاميل اللي بيتعمل معاكي في نفس الوقت، على ما هي تكون سقعت شوية في التلاجة وبتصبعيها وبتشكليها بتبقى معاكي زي الفل. طبعا البشاميل اللي معايا كده جوسي كده تمام. هنزل بقى بيه على الكرات كده بتاعة البطاطس، غرقيها كده بالبشاميل. بجد كانت خطيرة وخفيفة، يعني لو عملتيها ما انتش هتبطلي تعمليها. هغرق بقى كل كرات البطاطس، هغرقها كده بالبشاميل. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، بجد تحفة تحفة تحفة. وهنزل بقى بشوية جبن كده على الوش، تزينيها كده بشوية جبن. ما عندكيش خلاص دخليها الفرن واكتفي بقى كده تاخد وش وخلاص. بس انا كان عندي شوية جبنة، فهحط على كل كورة كده شوية جبنة موزاريلا، بتديها برضو تيست عالي وتديها طعم حلو. بسم الله ما شاء الله، بتبقى طعمها تحفة تحفة. بعد ما ارش على الوش بقى جبنه، ادخلها الفرن تحت الشوايه. طبعا معايا المكونات كلها مستويه، اللحمه متعصجه ومستويه، والبشاميل مستوي، والبطاطس مستويه كده. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، بالله التصوير ظالمه. اللهم بارك. حاجه كده فاخر من الاخر، مع رز بشعريه بقى، البشاميل كده جوسي وتحفه تحفه تحفه. كله كده ميكس في بعضه، عاطي خيال في الطعم. بسم الله ما شاء الله. اتمنى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفه وتقولوا لي في تعليقاتكم. وتنسوناش بقى من الشير والتعليقات الجميله زيكم، لان احنا محتاجين دعمكم، وطبعا مش هنعلى الا بيكم، واحنا عارفين احنا بنتعب على الفيديوهات وعلى التصوير. اتمنى بقى تجربوا الوصفه وتقولوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.